أحلى وأسهل تورتة ممكن تتعمل في التاريخ، حاجة كده لذيذة أوي، طعمها جميل وشكلها تحفة، شلال الفاكهة، رهيبة. بصوا، دي هتدخلي المطبخ مش هتكمل معاكي 10 دقايق وهتكوني مخلصاها وهتبهري بيها الكل. أنا اسمي هايدي، واعملي لايك وشير وسبسكرايب للقناة ونوروني، ونبدأ بقى ونشوف الوصفة الجامدة أوي دي. مو... ايه مكوناتها؟ الموز، فراولة، وكريم شانتيه او كريمة لباني، اختاري اللي انت تحبيه، والكيك، كيك من السوبر ماركت اللي بتتباع مغلفة، ايه كيك انت عاملاها، اي حاجة هتعمل معاكي الوصفة الجامدة دي. بعد كده هنقطع الكيك. ايوه، شايفين شكلها جميل ازاي؟ هنزل لكم الطريقة بتاعتها. والفراولة هنقطعها برضو، والموز هنقطعه بس مش دلوقتي. ده بقى انا جايبه كريمه لباني مش كريمه شانتيه، دي كريمه لباني خام، يعني معلهاش سكر. بنقطع الكيك رفيع بحيث ان احنا لما نحطها ما تبقاش طبقات سميكه، وهي اصلا هشه خالص. في وصفتها بصراحه رهيبه، وانا عامله لكم فيديو للكيك دي، هي مقاديرها بسيطه خالص وسهله قوي. انا على فكرة كانت بتفشل مني كتير قوي بصراحة الكيك، بس هي الوصفة دي نجحت من جدا وبقيت حلوة قوي. شايفين؟ بصوا قوامها، يا ربي رهيبة، هشة وفلافي قوي قوي. هنقطع الفراولة بالطول. بصوا هي شكلها جميل اصلا. على فكرة المطبخ ده ممتع بصراحة، الواحد بيقعد ياكل فيه اكل. ايوه، الواحد وهو بيعمل كده الحاجة بيقعد يتسلى، امال هنقف كده واحنا ساكتين مجهودنا يروح على الفاضي وخلاص. بقطع الفراولة، بقطع واحدة وباكل واحدة عادي، ما يضرش برضه. وبعد كده هنا بنجيب الكريم شانتيه اللي هي الكريمة اللباني، انا جايباها كريمة لباني لان انا بحب مذاق الكريمة اللباني اكتر. هي كريمة لباني خام، وبحط عليها السكر البودر. بص انا حطيت 3 معالق من اللي هم بتوع الاكل، 3 معالق حرامية كده من السكر البودر، وكانت مضبوطة جدًا، يعني هي بالضبط كانت كوباية كريم شانتيه أو لباني، دي أو دي، الخام هتحطي عليها 3 معالق سكر بودر، هتطلع مضبوطة معاكِ جدًا، ما فيهاش ولا سِنّة مسكّرة ولا إن هي عايزة سكر، لأ مضبوطة أوي. وبُصّوا هي الكريمة اللباني تحسّيها دسمة شوية، فأنا حطيت معاها مَيّة. دي تقريبًا يعني هي دي كوباية صغيرة، فهي لو كوباية عادية هيبقى نُص كوباية، بس متلجة، أنا كنت حطيتها في الفريزر قبليها بشوية، قبل ما أعمل الكريمة ما فيش 10 دقايق ربع ساعة في الفريزر. يعني هي مشبّرة، ساقعة أوي. وحطيت برضه شوية لبن، يعني هي الكوباية بتاعة الكريمة خدت معايا بالضبط كوباية إلا ربع، سواء مَيّة سواء لبن سواء الاتنين على بعض براحتك، اختاري اللي تحبيه. وبعد كده جبنا بولة أيًا كان، إزاز، بلاستيك، أي حاجة متوفرة عندِك حطيها، استخدميها. وبعد كده الstretch wrap، وهاقفّل بقى البولة دي من جوّه، بحيث إن أنا لمّا آجي أحط فيها الحاجة وأقلبها تتقلب معايا بسهولة، ما تلزقش طبعًا في البولة. بعد كده باقفّلها كويس بالstretch wrap. بُصّي هي مش هتطلع معاكِ طبعًا يعني اللي هو بالضبط، بس مش هتبقى يعني شكلها مثلًا مش لطيف ولا حاجة، لأ هيبقى شكلها مضبوط أوي معاكِ وشكلها حلو. هي بُصّي الهدف بس من الstretch wrap إن هو إيه، يسهّل معاكِ عملية القلب ما تلزقش، لمّا تقلبيها تبقى سهلة معاكِ، ما تبقاش لازقة. بُصّوا،
هي سهلة أوي، وهو اتقفّل خلاص تمام. هي غويطة أيوه، لازم إن هي تبقى غويطة كده بحيث إن أنتِ تاخدي الشكل، لو عندِك مثلًا شكل قلب، لو عندِك مدوّر، مربّع، أي شكل أنتِ حاباه ما توقّفيش على حاجة. وبعد كده باحط الفراولة، بُصّوا اللي هو بتعملي بقى وردة، قعدت أحط فيها وأرُص فيها وكانت بصراحة ممتعة أوي، يعني هي لذيذة، وجواها بيبقى بقى كمية فاكهة فظيعة. أنا سميتها شلال الفاكهة، هتعرفوا ليه إن أنا سميتها شلال الفاكهة، كمّلوا الفيديو هتعرفوا ليه شلال الفاكهة. ممكن تحطّي، أنا حطيت طبعًا الفراولة والموز، أنتِ ممكن تحطّي فراولة وموز وتفاح، ممكن تستغني عن حاجة لو ما بتحبّيهاش، يعني لو ما بتحبّيش الفراولة أو الموز ما تحطّيش، شوفي اللي أنتِ بتحبّيه وحطّيه، بس هي الفراولة هي اللي هتدّينا الشكل الحلو، وهي طعمها رهيب لمّا كلّه بقى بيقعد مع يعني بيتجانس مع بعضه، بتدخّليها مثلًا التلاجة ساعة والّا 2 فتحسّيها كلّها بتتشرّب من بعض، فبيبقى طعمها رهيب في الآخر، كانت رهيبة بصراحة، عجبت الكل. بُصّوا، أنتِ ممكن عند يعني في الحتّة دي تحسّي إنها إيه ده، مش مضبوطة، بس لأ، عارفة لمّا هتيجي تقلبيها في الآخر أنتم شُفتوا في أول الفيديو، لمّا بتيجي تقلبيها في الآخر بيبقى شكلها خطير، حلو أوي، تقولي حلواني اعملها. وإحنا عاملينها في البيت بأبسط الإمكانيات وبأسهل الطرق، عادي بسيطة. والله يا جماعة أنا أول ما دخلت المطبخ كنت حاسة إن هو حاجة معقدة أوي بس طلع لذيذ بصراحة. بصوا شكلها رهيب كده. أيوه لازم أوريكم. ودي الكريمة اللي إحنا كنا قاعدين نضرب فيها، ماسكة نفسها وهي طعمها رهيب، الكريمة اللباني لذيذة أوي. أنا حطيتها في كيس حلواني، ممكن تعمليها بسباتيولا، كيس حلواني قصدي، ده كيس تلاجة عادي. قُلت أعمله بقى وارميه، مش هاقعد أغسل أنا الكيس الحلواني، ليه الصداع؟ بُصّوا، بُصّي هو أنتِ بتحطيها عادي بطريقة عشوائية، بحيث إن إحنا هتشوفوا بعد كده، يعني هتشوفوا إن إحنا هنجيب بقى الspatula ونقعد نضبّط فيها. هو أنتِ ممكن تعمليها بالspatula أول عن آخر، بس أنا قُلت أسهّل على نفسي الدنيا وأعملها كده يعني، حسّيت إن الطريقة دي أسهل بالنسبة لي، فحطيتها في الكيس بتاع التلاجة ويالّا اشتغلت بقى بيها. بُصّوا الspatula هنقعد بقى نسحبها كده بالراحة، بحيث إن إحنا عايزين نغلِّف الطبق من جوّه كلّه، فبالراحة بحيث إن إحنا الفراولة اللي إحنا حاطينها ما وتعبانين فيها طبعًا، بحيث الفراولة بقى ما تتحركش من مكانها، وهتلاقيها فعلًا ما اتحركتش من مكانها يعني ولا أي حاجة، فبنقعد أسهل طريقة إن أنتِ تسحبيها كده من جوّه لبرّه، بحيث إن أنتِ ولا تتحرك كده ولا تتحرك كده، ده أسلم حل بصراحة لقيته. بُصّوا بنقفّلها كلّها من جوّه، وبعد ما بنقفّلها بقى بندخّلها في التلاجة. أنا حطيتها في التلاجة يعني ما طوّلتش، هو أنتِ كمان ممكن تستخدميها على طول، يعني هي خلاص ماسكة نفسها، ممكن تستخدميها على طول، لكن أنا الصراحة حطيتها في التلاجة كانت ساعتين بالضبط، وبعد كده بننضّف طرف البولة بتاعتنا، وبعد كده بنجيب بقى الكيك، وبعد كده بنروح بقى نحط، شايفين الكيك بنحطه إزاي؟ هنلف الطبق بقى كله بالكيك. قلت لكم ليه نقطع الكيك رفيع بحيث ان هي متبقاش طبقات سميكة، نحس بطعم الكيك اكتر من الكريمة، ويعني لا نحس بطعم كل حاجة، كأنها بصي تورتة جايباها من بره. بصراحة كان طعمها مبهر قوي، انا ما توقعتش صراحة، مش هكدب عليكم يعني، انا ما توقعتش ان طعمها هيبقى بالتحفة ده.
وبعد كده الفراولة بنقطّع فراولة تاني بقى، بس بنقطّعها مكعبات، عايزة تقطّعيها برضه بأي شكلٍ كان أنتِ حاباه قطّعيه. وبعد كده بنحط بعد طبقة الكيك بنحط الفراولة وبعد كده الموز. أهو تقريبًا بدأ يوضح لكم ليه أنا سميتها شلال الفاكهة، وبرضه كمّلوا الفيديو وهتعرفوا ليه. لو ما وصلكيش هتعرفي ليه برضه شلال الفاكهة. هو تقريبًا بدأتوا تجمّعوها صح؟ بس قولوا لي رأيكم إيه فيها مبدئيًا؟ لذيذة، أنا عجبتني. آه. بُصّوا، بنحط الفراولة الموز قصدي، عمّالة فراولة، فراولة، فراولة. الموز أنا بقيت باعمله كده بحيث إن هو يعني ما يبقاش فوق بعض. ممكن بقى إن أنتِ تضيفي في الوقت ده أي حاجة أنتِ عايزاها، أي فاكهة أنتِ بتحبيها حطيها. وبرضه الأطفال بندخّل لهم أي حاجة إحنا عايزينها، بنستغل. وبعد كده بنحط بقى الكريمة، دي آخر طبقة للكريمة. هنقفّل الطبق بتاعنا كلّه بالكريمة. الكريمة طبعًا في الوقت الساعتين ده حطيتها في التلاجة، لإن لو سِبتها طبعًا برّه أكيد عارفين إن هي هتبوظ، هتسيح يعني مننا مش هتبوظ. بعد كده بنقفّل البولة بتاعتنا بالكريمة وبنساويها بالspatula. أنا الspatula دي صديقتي، كل حاجة في المطبخ باعملها بالspatula. أكيد كلكم عارفين إنها حاجة مهمة جدًا. بُصّوا، لقيت لأ أنا عايزة كريمة تاني. هي بس بُصّوا الحلو في الموضوع إن هي خدت كمية الكريمة كلّها، كانت مضبوطة عليها بالضبط، اللي هي كوباية الكريم الشانتيه أو كوباية الكريمة اللباني، اختاري براحتك اللي أنتِ عايزاه واللي أنتِ حاباه. كل حاجة تقدري تبدّليها بأي حاجة أنتِ حاباها، ما توقّفيش نَفْسِك على حاجة معيّنة. بُصّوا قفّلنا الطبق كده بالكريمة، وبعد كده هنحط بقى آخر طبقة من الكيك وآخر طبقة في الطبق بتاعنا كلّه. بُصّوا، نقعد نلِف بقى الكيك هنقفّل يعني الوش بتاعنا ده كلّه هنقفّله بالكيك. هو كده مش هيبقى باين لإن إحنا يعني هنقلبه، فمش هيبقى باين. أي شكلٍ كان بقى مش هيبقى يعني اللي هو حتى لو شكل مش لطيف مش هيبقى باين عادي، ما تعقّديش روحِك من حاجة. بُصّوا هنقفّله كلّه أهو اتقفّل كلّه، شايفين في حِتَت صغيّرة عادي. وبعد كده بنجيب بقى أي طبق تقديم عندنا أنتِ عايزاه حطّيه. بُصّي بيتقلب بكل سهولة. هو أي نعم تحسّي إن الموضوع مُعقّد عند النقطة دي، بس لأ يعني أهو باشِد الstretch وهينزل بمنتهى البساطة. هو شكله من فوق كده مبدئيًا حلو. أنا كنت عند اللحظة دي بصراحة قلقانة، كنت عايزة أشوف الشكل بقى النهائي بتاعها إيه. بُصّي أهو وأدي الstretch طلع معانا بمنتهى السهولة، ما بوّظلناش أي حاجة. شايفين الشكل؟ يجنن. شُفتوا بقى إيه رأيكم؟ حلوة صح؟ بُصّوا بقى هنا هتعرفوا ليه هي شلال، عشان أول ما هتفتحيها هتلاقي بقى الفراولة والموز شلال من الفاكهة. لو لسه لحد دلوقتي ما حطيتيش لايك حطي لايك واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس. وأي كومنت عايزين تعرفوا أي حاجة في المطبخ سيبولي كومنت وأنا هرد عليكم. أي استفسار عايزين تستفسروه أنا معاكم في أي وقت.
ولايك وشير، ويا رب يعجبكم، ويا رب قناتي كلها تعجبكم.